بيبدأ المسلسل بتاعنا مع بنت جميلة اسمها ميرو واللي بتكون عندها قوة خارقة متوارثة في عيلتها، وإن القوة ديت لو حد استخدمها في الشر هتروح من عندها. بتكون هي مخبية قوتها عن الناس علشان محدش يخاف منها ويتجنبها، وبتشتغل في شغلانات مش نافعة فيها، وده اللي مخليها تشتغل في شغلانات كتير ودايما للأسف بيدور على شغل. وبيجي معانا هنا البطل وسيم واللي بيكون اسمه جو واللي بيكون عنده شركته الخاصة وبيكون ناجح في شغله، بس انتم طبعا عارفين ان اي حد ناجح بيكون له اعداء كده، يعني هو بما انه هو بطل وسيم مقرمش كده، يعني بيكون دايما عنده اعداء بيطاردوه. وده بقى اللي مخليه يدور على حارس شخصي علشان يحميه. وفي يوم ميرو كانت بتوصل طلبات لشغلها وبتلاقي باص المدرسة واقف وبيكون في اطفال وان في عصابة بتتخانق مع السواق، وبيبدأوا إن هما يضربوه. وبتتضايق هنا ميرو علشان بتكون شايفة إن الراجل بتاع الباص ملوش ذنب والعصابة مستولية على واحد ضعيف. وبتتدخل ميرو وبتتكلم العصابة كده وبتقول لهم بعد إذنكم ممكن تعدوا الباص. الراجل بيبدأ يضربها كده وبيقول لها بس يا حلوة.